ندمتي انك اخذتي هذا الحل؟ لا ما ندمت ابدا. امتى هيك حسيتي هي فيها انه انا خلص ما عاد اقدر اتحمل؟ هاي وقت شفت حالي هيك زرت على حالي كم كيلو صاروا يا منى؟ تقريبا 20 كيلو. ما شاء الله. كل ما قال لها يلا نقول تقلي لا لا خلي الفرحه بيناتنا. من اول ما خلقت هي جايه هيك طبوشه. ليش هيك جسمها انه انا كان بدي يعني بس 100% في مستحيل كثير ارجع. عالم ماما رجعوا مستحيل ارجع. يعني انت مميزاته. حسألك سؤال انت هلا والله. أهلا وسهلا فيكم ببودكاست كبرت البنوت. هالصيفية اخترت أني أعمل بودكاست مع بنتي شريكتي منى لحتى نفهم بعض أكتر من دون فلاتر بكل شفافية. منى عارفين عن حالك. انا اسمي منى نحاس وانا عمري 16 سنة وانا بنت علاء. أحلى بنوتة. أول شي بدنا نحكي فيه هون بهالحلقة هو خسارة الوزن، لأنه الكل بده يعرف كيف منى نزلت وزنها. فأنت اليوم حتحكي لنا كيف وليش قررتي انك انت تنزلي وزنك. اول شيء للي ما بيعرف منى منيح، منى من اول ما خلقت وهي عندها وزن زايد، يعني من اول ما خلقت وهي جايه هيك طبوشه وتشبي، وضل معها هذا الشيء كل العمر تقريبا لهلا ولفتره المراهقه، وبالعكس صار يزيد. كم كيلو صاروا يا منى؟ تقريبا 20 كيلو. ما شاء الله. وخلال قد ايه هدول نزلتيهم؟ 6 اشهر. حلو كتير. طيب امتى حسيتي ماما انه انا خلص I can't control it anymore، انا بدي نزل وزني؟ طبعا احكي لهم انك انت قد ايه حاولتي. هلا اول شيء حاولت انا كتير من الجيم للدايتنج لنوتريشنست كل شيء، حاولت كل شيء وما شيء زبط يجوا علي. الاكل على البيت ما زبط، بديت على رياضه، بيرسونال ترينر، كتير شغلات حاولت فيهم، يعني هي بذلت مجهود وما زبط. جايينكم بالطريقه، طولوا بالكم. ايه حاولت كل شيء لحتى اجت فترة وحسيت حالي انه خلص تماما. I can't take امتى it. هيك حسيتي هي فيها انه انا خلص ما عاد اقدر اتحمل؟ وقتها مثلا بدي اركض my breathing بصير كتير تعبانة، بتتعبي وقت بسرعة. بتركضي. صرت قبليتي فاتحة كتير، يعني صرت اكل كتير، صرت عم بورد باكل وقتها. ما عاد تقدري تسيطري على الابيتايت، ما عاد تقدري Exactly. تسيطري على قبليتك، كتير فتحة فتحت قبليتك. وكمان وقتها كل ما فوت على بدي احاول شي شغله بالاواعي. غرفة المقاس يا ويلي على غرفة المقاس، شو بتعملي فيني؟ كل ما ننزل على السوق بنتخانق. هاي وقتها شفت حالي هيك زرت على حالي، قلت انه لا I have to take something وتساعدني و I have to take another step. شو كان احساسك بجسمك قبل ما تبلشي؟ كنت كارهنته، يعني ما كنت بدي اطلع على حالي بالمراية، ما كان بدي افكر عن جسمي، ما كان بدي افكر عن الاكل. ما انه ما كان يظهر عليكي هذا الشيء، كان عندك سيلف كونفيدنس كتير عالي. ايه انا ماي سيلف كونفيدنس تهلا قوية، ما ببين لاي حدا انه ام انسكير، بس كنت انسكير بيني وبين حالي. ما كنت افرجي للعالم انه انا كنت انسكير. ما كان حدا بيعرف انه انا I was dealing with that problems. لحتى انا خبيتهم وما حدا لاحظ علي، وما قلت له لاي حدا انه انا حانحف، ما قلت لاي حدا انه بدي صحيح. لما بيقول لما بدكم تاخذوا قرار شيء ما لازم تشاركوا في حدا تاني، يعني لا تقولوا انا بدي اعمل او انا بدي اساوي، لا اعملوا وبعدين خلوا العالم تشوف النتيجه. تمام. يعني ما حدا عرف انه انا بدي انحف، سويته بين انا وعائلتي. صح. وكانت على فكره رافضه نهائيا تخبر حدا، حتى اهلي ما عرفوا. رح نحكي لكم ليش بعدين. طيب يا منى، شو الاجراء يلي اخذتيه لحتى خلاكي تنزلي هذا الوزن خلال 6 اشهر؟ استخدمت اوزامبيك. استعملت اوزامبيك. طب ليش كنتي ماما رافضه تحكي للي حواليكي، حتى اهلي رافضه، حتى للمتابعين ويسالوني ويقولوا لي طب خبرينا لحنا بدنا نعمل نساعد اولادنا، ليش كنتي رافضه انك تحكي بالاول؟ هلا انا كنت رافضه اول شيء، انا ما كان بدي العالم يعرفوا، كان بدي اخليها هاي الفرحه بيناتي وبين عائلتي. يا عمري انت صح. وما كان بدي حدا يعرف لحتى انا بكون confident enough و I'm not scared نقول العالم. مش هيك عم نسوي البودكاست. وكانت خايفه من النتائج، يعني انت ما كنتي متاكده او انت جارانتيد 100% انه انت حتزبط. يعني حتى لما اجت وراحت عند الدكتوره وكذا وهيك، رجعت وبلشت وهي ما لها مقتنعه اساسا ما كنت مقتنعه. يعني انا بلشت قلت لحالي انه ما حيشتغل هذا الشيء، بتلك اي شيء كل ما ساوي شغله عشان انحف ما بتزبط، فما كنا عم نفكر انه لهيك ما حكيتي لحدا، وكانت حابه انه كل ما قال لها يلا نقول تقلي لا لا خلي الفرحه بيناتنا. وانا كنت كتير بحترم رغبتها.
كتير عالم ماما بيبعتوا لي انه نحن بناتنا عم تعاني من نفس الموضوع، السمنه زايده، فتره تغير هرمونات وعم بيزيدوا بالوزن. بتنصحيهم ماما انت يعني من خلال تجربتك مع الاوزامبيك انهم ياخذوا الاوزامبيك؟ ايه، انه Ozempic was very helpful لإلي وساعدتني ساعدك. بكل شيء بحياتي. مم. my personality صارت احسن. مم. my confidence، صح كان عندي confidence كتير قوية كمان، بس زادت confidence. يعني كل شيء كان أحسن. I started wearing whatever I want. يعني صارت أنا بدي ألبس هي، بتقولي لي كنتي، بتقولي لي لا ما كان حلو على جسمك، هلا بتقولي لي البسي. كنت إلا ماما مو مناسب لشكل جسمك، مشان أنت تكوني مرتاحة وواثقة بنفسك أكتر. هلا فيني ألبس شو ما بدي وما صح، وأنا ما عم بمنعها رغم إنه أحيانا بحسه شوي مبالغ فيه، بس بزعل إنه هي كتير كانت تشتهي تلبس مثل باقي كتير صبايا وما كانت تقدر. فهلا سامحونا يعني شوي، بس هي مبسوطة كتير بحالها مو شوي، وأنا كتير سعيدة وفخورة فيها. طيب حكينا عن فوائده، شو الشغلات السلبية اللي أثرت فيكي؟ انتبهوا كتير منيح. منى عم تحكي تجربتها عن الأوزامبيك. أي حدا بده ياخد، شو اتفقنا منى إنه نحكي إنه أي حدا بده ياخد هذا الإجراء لازم يكون عن طريق دكتور أو دكتورة، والبلد تاست وكل شيء، يعمل تحاليل الدم الكاملة. يعني أنا منى مو رحنا على الصيدلية أخذنا الأوزامبيك وقلنا يلا، لا، كانت عن طريق دكتورة. أول شيء خفيف، أخذت دوز كتير خفيف، كان 0.25. فهذا الدوز كتير كان قليل. بس أول ما أخذته أخذ المفعول كتير بسرعة علي. والأوزمبيك عنده سايد افكتس exactly. كان عنده سايد افكتس، بس انا السايد افكتس ما اجوا اول شهرين. معناتها هي depends on كل واحد جسمه. هي اللي بتعلي الدوز تحت الدكتورة، تحت اشراف الدكتورة. exactly. واول ما عليت الدوز 0.5 صرت عندي استفراغ ولعب نفس، يصير مع شوية اقياء، لعية نفس، وجع بطن. صرت كتير ليزي، مالي خلق ساوي شيء، مالي خلق اتحرك. هو بيعمل شوية حططان بدن، بس صح. عم نحكي عن تجربته، احتمال يكون أكتر على صبايا تانيين، احتمال يكون أقل. تحسي تغيرت نظرة العالم لإلك؟ ايه، يعني especially بالمدرسة مثلا، مو بس بالمدرسة، كل ما وين بروح، كل ما امشي كنت قبل وكنت سمينة يعني. كل ما امشي تقبريني ما كنت سمينة ما كنت سمينة. طيب اوكي، كان عندك وزن زايد. ايوه كان عندي وزن زايد وكنت امشي، بس العالم عم بيطلعوا علي انه هي عم تمشي مع رفقاتها، ليش رفقاتها هيك، وليش امها مالها نحصانة وابوها. كتير كنا نسمع هذا هي الكومنت من العالم. كانت تزعجك ماما هي الكومنت تبع انه ليش هي مو مثل امها؟ هلا كانت يعني تزعجني. ايه كانت تزعجني، بس بيني وبين حالي ما كنت في للعالم. يا روحي. وعلى فكره نوني بتاخذ الكومنتس كلها اللي بتكتبوها وبتعمل لها ترانزليت، انه هي انجليزيتها قويه، يعني عربيتها ضعيفه سوري، فبتاخذ وبتترجم كل الكومنتس. وكانت تقرا كومنتس قاسين شوي، كان في كومنتات قاسين، بس ما كنت فرجيهم للعالم وما كنت فرجي لحدا انه انا بتضايقه، حتى لعائلتي، حتى لانتي. انا ما كنت فرجي لحدا انه انا كنت بتضايقه. طب ليه؟ انا I don't want to يعني ما بدي العالم يحسوا لانه انا I'm weak. ما كان بدي حدا، ما بدي تورجي ضعف. كان يقولوا العالم في كلمة كانوا يقولوها، كان انه امك وابوكي اثنيناتهم سبور واثنيناتهم عندهم جسم حلوين، انتي ليش هيك؟ انتي بنتون. they didn't raise you to like do رياضة، they didn't raise you to lose weight. في مرحلة من العمر بالفترة المراهقة بالذات، أو خلينا نحكي بعد 10 سنين لل14-15 بيصير الولد عنيد، ما فيك تطعميه مثل ما انت بدك، ما فيك تتحكمي بقابليته. هل بتشجع العالم ياخدوا نفس الإجراء اللي انت عم أخدتيه؟ الأوزامبيك؟ اي، يعني إذا هن عن جد ما عندهم أي ميثود، إنه جيم ما زبط، الدايتينج ما زبط، إذا عن جد ما عندهم أي حل تاني، أي ياخدوا الأوزامبيك. في ناس ما عندهم إرادة، أنا ما كان عندي الإرادة. أنت واحدة من الناس اللي كانت صعبة كتير عليكي هذا الموضوع، مع أنك أنت عندك إرادة بشغلات تانية. يعني إذا حبيتي رياضة بتلعبيها، إذا درستي مادة بتجيبي فيها علامات منيحة. صح. بس هذا الموضوع طلع عن سيطرتك. تلوز ويت، بس ما كنت قدرانة، يعني جسمي wasn't accepting الرياضة. هيك رفقاتك تقولي يا ريت أنا هيك جسمي، يا ريت كنت. هلا لا، أكيد هلا لا أكيد يا أبرني. بتحسي تغيرت نظرة العالم لإلك بعد ما نحفتي؟ صار يكون عندهم self respect يحكوا معي، يكون عندهم respect
يحكوا معي بلطف، ما كان يحكوا معي يعني صاروا حسيتيهم صاروا يحترموكي اكثر؟ and they started talking to me in a nicer way. They started respecting my decisions more. ندمتي انك اخذتي هذا الحل؟ لا ما ندمت ابدا. كيف برأيك الاهل لازم يتعاملوا مع اولادهم يلي عندهم صحة؟ انا كتير بسمع تعليقات من العالم انه كتير بجرحوا باولادهم. في مرة جرحتك او ضايقتك بالحكي؟ لا ابدا ابدا ابدا. تبع على درجة انه ممكن تقول لها يا بقرة حشتاكلي، هيك ما بيصير، شوفي حالك، شوفي رفقاتك؟ لا هيك ما عم بيساعدون، ما عم بيساعدون ابدا. شو عم هيك عم يرجحون البنت نفسها او الولد نفسه حيروح through depression. طب يا منى سؤال عميق، ليه برأيك صار الجسم المثالي هو هوس البنات المراهقات؟ من السوشيال ميديا. يعني so many girls edit their bodies, so many girls show إنه لازم نروح على الجيم إنه to grow this to lose this. إنه صار التينيجرز بيطلعوا على هدول العالم بيقولوا إنه يا الله شو حلوين، فهن بيكونوا ببالهم إنه أنا ليش مو هيك. طيب كنا نوني أكتر هلا، شو عم تاكلي، شو ما عم تاكلي، شو بتلعبي رياضة، كيف حياتك هلا اللايف ستايل صارت من 6 أشهر لهلا؟ باكل كل شيء. يعني إذا أنا مشتية شيبس بروح بحط صحن وباكل. بس كمية كتير قليلة. هو أنا من الأوزامبيك يعني أي. مو أنا ما بحسن آكل أصلا. الأوزامبيك عم بيخليكي عندك إحساس بالشبع. الأوزامبيك كتير ساعدني وعلمني شو متوقف الأكل. صرت أتحرك كتير، صرت أنا كل يوم إذا ما فزت رحت على الجيم بحس حالي غلط إنه لازم أنزل على الجيم. صح. تعرفي ليه؟ لأنك صرتي تحبي حالك، صرت خفيفة. ايه صرتي أخف. صح. يعني صرت فيني ساوي كتير أشياء وما بتحبي حالك، صرتي بقى على الجيم أكتر هلا. شو أكتر شيء بتحبيه بحالك هلا بعد ما نحكي؟ شو أكتر شيء؟ جسمي كله. ايه كله بحبه. بتحبي يعني قصدي إنك بتحبي اللبس على حالك أكتر هلا، ولا بتحبي كيف أنت صرتي خفيفة، ولا شو صرت بتحبي؟ وشي إنه صرت عندي رقبة. exactly. ما كان عندي رقبة. صح. كنت هيك طبوشة حتى إذا مثلا. بس يور كيوت. كيوت وين؟ اوكي كيوت انه مثلا اوكي انه يا شو كيوت ومدري شو، بس اذا انا نفسيتي ما كنت يعني هلا وشي كتير حبيت اكتر من كده. بس الحمد لله يعني انا بحس انه هن هيك السمال التشوبي بيكون عندهم سنس اوف هيومر، بيكونوا هيك مهضومين ودمهم خفيف. الحمد لله الشغله ما تغيرت فيكي الصراحه يعني. بس انا خفت عليها كثير هيك تبع اللئيمه هيك ال واتس ايفر. لا الحمد لله شخصيتك ما تغيرتي هيك شوفي حالك علينا بكره بس تنحفي. طيب نونايتي، شو الرسالة اللي بتحبي توجهيها للصبايا اللي عندهم نفس المشكلة؟ لا تسمعوا حكي العالم، خلي العالم opinions ضلوا لنفسهم، حتى إذا حكوا لكم إياها بس don't let it affect you. وبي positive لأنه وقت تنحفي حتنبسطي كتير بحياتك وأخف وصحية أكتر. ممنوع تاخدوا أي إجراء فيه أدوية أو أي نوع من إجراء التنحيف إلا ما يكون تحت إشراف طبيب أو طبيبة. Don't give up on anything you want or believe in. شكرا للمتابعة واستنونا بحلقة تانية. باي.